السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تاني صينية معايا النهاردة من صواني العيد. امبارح عملنا صينية مكرونة بشاميل، بجد عجبتكم جدا وجالي عليها تعليقات حلوة. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. النهاردة فيديو مختلف ووصفة جميلة ان شاء الله تعجبكم، وهي من الوصفات الخفيفة جدا. تقدروا تقولوا عليها بديل البيتزا، بديل الفطير المشلتت. النهاردة هنعمل جلاش مورق محشي حشو اقتصادي وحلو جدا، وتقدري اي حشو عندك تقدري تحشيه. معايا لفة من الجلاش الطري، معايا كمان كوبايتين من اللبن ومعلقتين من السمنة. اول حاجة خالص هجيب كوبايتين اللبن، احط عليهم معلقتين السمنة وابدأ ان انا ادوبهم، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط كل ده على بعضه وابدأ كده ان انا احط كمان بيضة، وهي دي المواد السائلة اللي انا هورق بيها الرقاق بتاعي عشان يطلع زي الفطير بالظبط. كوبايتين لبن عليهم بيضة، عليهم معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر ورشة فلفل اسمر ومعلقتين سمنة. تمام كده، هبدأ ان انا ادوبهم مع بعض، واجيب صاج معايا من بتاع البيتزا او اي صينية عندك. وكمان لفة الجلاش هدهن الصاج سمنة، ادهنه دهنة حلوة كده عشان ياخد لون حلو معايا من تحت. وهبدأ ان انا اجيب ورق الجلاش بتاعي. الحشو كان معايا طماطم مكعبات واخدة القلب بتاعها شايلاه رمياه، كمان معايا فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، ومعايا زيتون مخلي، ومعايا جبنه موتزاريلا. عندك بواقي فراخ تقدري تحطي، عندك لحمه مفرومه تقدري تحطي، ما عندكيش وعندك خضار بس مفيش مشكله. كمان ان انا بقى هبدأ ان انا افرد ورق الجلاش واسيب كده الاطرف بتاعتها بره، يعني هحط النص جوه في الصاج والنص بره، عشان لما اجي اطبق الجلاش بتاعي يبقى زي الفطيره بالظبط. هتشوفوا معايا الخطوات، وهنبدا بقى ان انا ادهن ما بين كل طبقه جلاش وطبقه جلاش دهنه من مادة التوريق اللي انا عملتها معايا. هتعجبكم جدا، وانا من النوع اللي ما بدهنش سمنة ما بين الطبقات، بدهن بمادة التوريق دي، بتكون حلوة قوي. اللي هي عبارة عن بيضة واحدة، كوبايتين لبن، معلقتين سمنة، رشة ملح ورشة فلفل أسمر، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. حطيت الحشو اهو، ببدأ بقى ان انا احط كده طبقتين على الوش. وبرده بعد ما بحط طبقات الجلاش بحط طبقتين من تحت، علشان قبل ما احط الحشو عشان تبقى محملة معايا وما تقطعش معاكي من القاعدة من تحت. بجيب بقى اخر ورقتين يكونوا حلوين كده والسلام مش متقطعين، وابدا ان انا اقفل بيهم الفطيره من على الوش او الجلاش كله من على الوش. هي ورقتين بس بلم بيهم، علشان في النهايه يديكي الشكل الدوران بتاع الفطيره بالظبط. هيديكي نفس طعم الفطير وكانه مورق، كانك عامله عجينه فطير. بس الطريقه دي سهله جدا ومن غير ولا عجن ولا فرد ولا تتعبي كتير عما العجينه ترتاح عشان نفردها. الجلاش يعني بجد بيقوم بمقام حلو قوي مكان الفطير المشلتت. دي من احلى واجمل صواني الجلاش اللي ممكن تعمليها في العيد، بحشوه بسيطه جدا، واي خضار عندك تقدري تحطيه للاولاد. وتقدري بقى ان انت على الوش ترشي جبنه موتزاريلا، ما عندكيش ومكتفيه بالحبه اللي في الحشو جوه مفيش مشكله. ببدا بقى ان انا اقطعها كده، وانتم شايفين قد ايه الطبقه محمله جدا. انا استخدمت جلاش حوالي كيلو جلاش. ولو انت عايزاها تخينه تقدري تزودي طبقات الورق، ولو مش عايزاها برضو تخينه وعايزاها وسط تقدري ان انت تقللي الورق، فدي حاجه ترجع لك قوي. بعد ما بتاخد في الفرن قد ايه؟ بتاخد حوالي 10 دقايق في القاعدة و10 دقايق من الوش. او لو الفرن بتاعك مش بيبقى سخن يعني جامد، تقدر ربع ساعة تحت وربع ساعة فوق. بعد كده بتاخد لون معايا، بطلع ارش على الوش جبنة موتزاريلا، وده اختياري، وحطيت على كل قطعة مربعة كده قطعة من الفلفل للتزيين فقط. لو ما عندكيش جبنة موتزاريلا تحطي على الوش مفيش مشكلة، اكتفي بس بلون الجلاش كده. هبدا بقى ان انا اطلع معايا وبتتقطع بكل سهوله، مورقه جدا. هوريكم الحشو من جوه والموتزاريلا سايحه ازاي. بالنسبه للناس اللي سالوني بتستخدمي موتزاريلا ايه، انا كنت بستخدم الحمد بس الحمد، بس حاليا بستخدم موتزاريلا فريش. حلوه جدا وطعمها حلو، واللبن فيها بيكون دسم وحلو. قد ايه مورقه، شايفين كانك بالظبط فرده فطير وحلوه قوي قوي. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. كنت معاكم الشيف هبه شيحه، وبتتفرجوا على الوصفه دي من على الفيسبوك. يا ريت تعملوا شير للوصفه. دمتم بالف خير ومع السلامه.